السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب إن شاء الله. ربنا يتقبل مننا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال. تعالوا ناخد بريك شوية كده من نوعية الفيديوهات اللي أنا بعملها على القناة ونبتدي مع بعض سلسلة فيديوهات خفيفة. حابب إن أنا أشارك معاكم كل التجارب اللي أنا مريت بيها في كندا من أول ما جيت لحد دلوقتي. تجارب بقى ليها علاقة بالشغل، بالحياة الاجتماعية في كندا، بالاندماج في المجتمع، تحديات بقى وصعوبات إنك تكون موجود في كندا على تصريح عمل مقفول لفترة طويلة، واكلمكم برضو شوية عن التجارب بتاعتي مع النظام الصحي في كندا، سواء كنت في مقاطعة كيبك أو مقاطعة بريتش كولومبيا، ومواضيع كتير جدا في السكة دي إن شاء الله. اللي مشجعني جدا اللي أنا أبتدي سلسلة الفيديوهات دي إن أنا مريت بأخطاء كتير جدا. أنا عملت أخطاء كتير جدا هنا في كندا كان من الممكن إن هي تجنبني حاجات كتير، تجنبني بقى فلوس، تجنبني حاجات نفسية، تجنبني حاجات كتير جدا، لكن بسبب إن أنا ما كنتش عارف فوقعت في الأخطاء دي. فده اللي مشجعني ان انا اعمل سلسله الفيديوهات دي، ان ممكن لو في حد جاي مثلا، او انت حتى لو انت موجود هنا في كندا ولسه جديد ولسه ما فهمتش الدنيا، يبقى عندك فكره كده حتى ولو بسيطه عن نوعيه الحاجات الغلط والمفاهيم الغلط اللي انت تخلي بالك منها وانت موجود في كندا عشان ما تكررش اخطاء غيرك. انا بس بشارك معاك التجربه بتاعتي، لكن مش بالضروره ان انت تلتزم بيها او تاخدها ان هي حاجه صحيحه 100%. لازم برضو انت تدور بنفسك وتجرب بنفسك وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده. بس كده، فدي كانت مقدمه سريعه كده عن نوعيه الفيديوهات اللي ان شاء الله هنعملها في رمضان، واتمنى يا رب ان انا اكون ضيف خفيف عليكم، والفيديوهات كمان يكون فيها حاجه مفيده باذن الله. بس كده، اشوفكم بكره ان شاء الله مع اول فيديو واول تجربه ليا في كندا.